السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انتوا في الحرم او في المسجد النبوي وعايزين تعملوا صدقة جارية فاقول لكم، او صدقة عادية يعني، او اي حاجة، فاقول لكم ايه الافكار اللي ممكن تعملوها هناك. اول حاجة ممكن نجيب اللي هو الكرسي ده، بيبقى بيتباع هناك في شارع ابراهيم الخليل وفي اماكن كتير، او نحطه في الحرم بس نكتب عليه وقف للحرم او وقف المسجد النبوي لو كنا احنا في المدينة. ممكن نجيب كمان المصحف اللي هو بيبقى موجود، هتلاقوا هناك المصحف بيبقى معروف اللي هو بتاع الحرم ده، كله نفس الشكل. وبتكتبوا برضه عليه من جوه، هو بيحط لكم زي ختم كده، وقف لله تعالى. اسعاره تقريبا بتبتدي من 15 ريال لو انتوا بتشتروه من الناس اللي هي واقفه في الشارع، اللي هي قصاد عند شارع اجياد، او عند بعد الصفا والمروه كده، في شارع هناك برضو هتلاقوا في ناس بتبيعوا هناك، وفي طبعا بيتباع في المحلات بس بيبقى اغلى شويه، تقريبا بيبقى 20 ريال او 25 ريال. في كمان ممكن تعملوا اطعام هناك، ان انتوا مثلا في هناك محل اسمه زاد الخير، بيعمل إطعام. لو أنتم حابين بتروحوا هناك، لا إما تدّوا له فلوس، أو بيعمل لكم الوجبات، أو أنتم بتشتروا الوجبات بنفسكم منه وأنتم اللي بتوزّعوها، لا إما هو اللي بيوزّعها. في كمان إن أنتم ممكن توزّعوا شاي أو قهوة، بتبقوا مثلًا واخدين معاكم ترمس واللي هي الكوبايات الصغيّرة دي ممكن توزّعوها هناك. طبعًا بلح، هتلاقوا ناس كتير بتوزّع بلح، ممكن عصاير، ممكن أزايز مَيّة اللي هي الصغيّرة دي، في ناس كتير بتحتاجها وبتاخدها وكده. في ناس كمان كانت بتعمل اللي هي السبحة اللي هي الصغيّرة دي، اللي هي بتبقى على عدد الأشواط، برضه كانت بتوزّعها هناك. في كمان إن أنتم ممكن تجيبوا مثلًا أي حاجة زي باتيهات وحاجات زي كده وتوزّعوها على الناس، خاصةً مثلًا يوم اتنين وخميس ساعة الإفطار، يعني ساعة المغرب وكده، بيبقى في ناس كتير صايمة. فدي الحاجات اللي ممكن تعملوها، وعايزة أقول لكم إن أنتم ما تستصغروش أي حاجة ولو حتى بسيطة. أنا شُفت ناس عادي كانت بتوزّع توفي وملبس وحاجات زي كده، والناس كانت بتتبسط وتاخدها منهم عادي، وما فيش أي مشكلة. فما تستصغروش أي حاجة، أو أي حاجة كويسة أنتم بتعملوها هناك، وإن شاء الله ربنا يتقبل منكم، وشكرًا ليكم.